أنا غانم الجمعة من مدينة الرقة. عندي حالة بتر من 5-6 سنوات. تعرضت لحالة البتر من مخلفات الحرب. فعانيت لفترة زمنية طويلة من حالة البتر. فحاولت إنه أجيب طرف صناعي من مدينة الرقة، طرفي من الحوض، فحالتي نادرة. فحاولت مدينة الرقة ما عندهم استطاعة للطرف اللي يناسبني. طبعاً فتح مركز جديد بمدينة القامشلي وهو الهلال الأحمر الكردي. طبعاً تعرفت عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق إعلاميين، أنه يوجد مركز بمدينة القامشلي للأطراف الصناعية. مهما كان نوع الطرف عندهم استطاعة لتركيب الأطراف. فتواصلت مع الأرقام اللي موجودة للمركز، فأخذت موعد، حددوا لي موعد. جيت على مدينة القامشلي على نفس المركز. من خلال فترة العلاج الفيزيائي أخذوا القياسات، الطرف اللي يناسبني. طبعا الطرف اللي كان يناسبني كانت تكلفته باهظة. ففرقت فيه انه ما عندهم استطاعة يسوي لي الطرف اللي يلزمني. فجيت على المركز هنا واخذوا جميع التدابير للطرف، فسووا لي الطرف طبعا بدون مقابل. ومن خلال العلاج الفيزيائي والجلسات والتدريب الحمد لله وصلت الى مرحلة جديدة من خلال التدريب والعلاج الفيزيائي. وأتشكر جميع كادر الهلال الأحمر الكردي على حسن الضيافة، على حسن التدابير المطلوبة لجميع الحالات. وأتشكر كل من ساهم بإنجاز هذا العمل. ناوی من پیوان فهده المرکز آهی باسور آکرد لباجار قامشلی کار دکم. تنی اطراف سینایی بونه زیکاش ساله البی مرکزی کار دکم. جبر افشاره سوریه چه بو گلک حالا مدیده مدیواشون استیواشون یک جیجی افعال غانم براسی حالا ناقص احمد بود برگه نبینات حول شوی تشتنا بکو بگره جبر و مجر قارب چکر قارب تیر نشه قارب تیر متاح به از مبارك خودی مرکزی مدید کار کرد حتی غیر قالب صنعاء ما او دربان معالج فيزيائي جي تدريبات الودان لازم دي فكر خوش نمیخواد به انسان حراکی ته حراکی جمع داره و سلامتی شرط است.